في موضوع منتشر جدا ولازم اعرفه. انا فضولي جدا، فضولي جدا في الحاجات دي بالذات. بحس ان نفسي عايز ابقى زي مفتش كرومبو كده. ايه حوار الخمسة جنيه المبلوله دي؟ انا عايز افهم يعني. انا يوميا بيجي لي خمسات كلها مبلوله وبنفس المكان. يعني مش مثلا 10، انا قلت حد مثلا الخمسة جنيه ديت اتغسلت في البنطلون مثلا، عادي بتبقى ساعات بتيجي 10 20 100 200 ساعات بتيجي عادي ونمشيها. لكن الموضوع منتشر قوي 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 في الخمسات. ممكن حد يكون مش واخد باله، بس قابلته صدفه. انا بيجي لي خمسات كتير مبلوله. انا عايز افهم ايه الحاجات ده. دي بس ايه شويه صغيرين من اللي عندي يعني، ومن اللي راحوا بقى بقيت اتعامل عادي. اللي هو ايه الموضوع مش موجود. بس انا في سر في سر ورا الخمسة جنيه ده. يا ريت اللي عنده معلومه ما يبخلش علينا بيها. ايه بقى ايه بقى السر ورا الموضوع ده؟ الخمسة جنيه، الخمسات المبلوله الكتير قوي ومن نفس المكان وبنفس الطريقه. يعني لما بيجي لي فلوس بتبقى مغسوله من حد، مثلا اتغسلت في البنطلون او كده، بتبقى كلها في بعضها تمام. لكن قدام بس، ورا لا. دي حاجه ايه عايزين نفهمها. فالموضوع وراه سر ولازم يتعرف، لازم اعرف. انا فضولي جدا جدا وهبحث ورا الموضوع، ولو عرفت هقول له. والله يا جماعه الموضوع وراه امنا بجد. بص الخمسة جنيه عامله كل اكيد حد صادفه الحوار ده، اكيد وربنا. بصوا مش عارف هتبان ولا لا، مش عارف. بس هو كل واحد اكيد عنده معلومه بالحوار ده، وانا عارف ومتاكد ان كل واحد شاف الخمسة جنيه المغسوله دي ومن عند الجامع، مش من ورا، من عند الجامع.